على الانترنت اللي يبثون، اخذ لك فرة اسألهم هذا السؤال، مو هذا السؤال دمرهم تدميرا. شوف اخونا في صحيح مسلم جاءوا لعائشة قالوا لها اوصى لعلي. زين لو كان الصحابة والتابعين فاهمين القرآن ليش يقولون اوصى؟ هذا حكيته صحيح، هذا في صحيح مسلم. الان اقرا لك يا تفضل سيدنا حجي. الان يجد الحج الحديث اخونا العزيز. اولا طرحت عده لحظه اخونا محمد لحظه، طرحت عده اشكالات. قلت الامام الحسن عليه السلام بايع لمعاويه وهذا الكلام كذب غير صحيح. قلت علي بن ابي طالب بايع لابي بكر وهذا الكلام غير صحيح ابدا، ما يصح هذا. هذه النقطه. النقطه الثانيه، من اصول الحوار ان تلزم خصمك بما عنده، بما يصح عنده، لا بما يصح عندك. فانت اذا كان عندك هذا الامر موجود نحن لا نعترف به. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تقول علي بن ابي طالب عليه السلام اذا كان خليفه وما اعرف شنو ولايه تكوينيه وكذا لماذا لم ياخذ الخلافه؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان الانبياء حكام ليحكموا بين الناس. الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء ليحكموا بين الناس. طيب لماذا لم يحكموا كلهم؟ ابراهيم عليه السلام لم يكن هو الملك ولم يكن هو الخليفه، بل كان النمرود. طيب هل هذا يعني ان امامه ابراهيم تبطل؟ اذا على كلامك ومستواك هذا انه امامه ابراهيم باطله. كذلك يوسف عليه السلام يذهب الى الملك يقول له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ، صار وزير وما صار ملك، معنى انه نبوه يوسف تبطل. طيب كذلك زكريا، كذلك يحيى، كثير من الانبياء لم يكونوا حكاما. فهل هذا معنى انه اخي العزيز الله سبحانه وتعالى انت لا تفرق بين التنصيب الشرعي، الله شرع ان يكونوا هؤلاء حكام. طيب شرع ان يكونوا هؤلاء ائمه. طيب من اتبعهم مكنتهم الامه، دعتهم الامه، طيب كان بها، ان لم تفعل فالامه الضاله وليس هم الضالين. واضح اخي العزيز؟ انما انت منذر لست عليهم بمسيطر. انتهت هذه النقطه. حجينا اذا بعدك ما لاقي الحديث انا عندي فرد شيء. كمل سيدنا كمل. اخوان الاعزاء الله يشهد الحاج يتكلم، وانا اليوم تركته يتكلم هوايه ما عاونته بالكلام. ليش؟ لان تفاجات بشغله عن طريق الصدفه وردت اتحقق من عندها 100%. الله اتكلم. اخوان الاعزاء الافاضل، انتم كلكم تعرفون برنامج المكتبه الشامله، وهذا البرنامج برنامج المكتبه الشامله باشراف متخصصين وباحثين من المملكه العربيه السعوديه. طيب عندنا كتاب في هذه المكتبه اسمه مسند البزار. طيب مسند البزار فيه حديث. شنو هذا الحديث؟ الحديث يقول فيه اني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، أو إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله ونسبي. كتاب الله ونسبي، هذا اللفظ الصحيح الموجود في مسند البزار. طيب الآن نعرض هذا أمامكم الآن أخوان الأعزاء، تفضلوا. هذا حجي إذا تسمح لي بالشاشة ثواني. طيب أخوان الأعزاء هذا أمامكم، هذا كشف الأستار عن زوائد البزار. طيب الحديث هذا أمامكم رقم 2617. حدثنا أحمد بن منصور، حتى السند نقرأ. حدثنا داود بن عمرو، حدثنا صالح بن موسى بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله ونسبي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. خوش جيد. طيب نأتي الآن أخوان الأعزاء إلى هذا الكتاب المنشور في موقع المكتبة السنية الشاملة، واللي هي المكتبة الحديثة الإصدار الأخير. أخواني هذا أمامكم، شوفوا أخواني هذا الكتاب مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق بيه، إلى أن يقول ناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ترقيم الأحاديث كذا كذا، المحقق ترقيما، ترقيم موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشاملة 8 ذو الحجة 1431. شوفوا ماذا فعلوا بهذا الحديث. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا الامانه العلميه. والله هذا الان والحاج وعد
نتكلم أنا تفاجأت لأن ردت أعرض الحديث على الشاشة. طيب تفاجأت بهذا الكلام الآن هذا الله يشهد الآن. تفضلوا أخوان، هذا الحديث نفسه. حدثنا أحمد بن منصور مع اختلاف الترقيم، السند نفسه. حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا صالح بن موسى بن عبد الله بن طلحة، حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث أبي صالح عن هريرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. نسبي صار سنتي، نسبي تحول بقدرة قادر إلى سنتي. طيب شنو يثبت لنا أنه هذا الكلام كلامنا صحيح أخوان؟ شنو اللي يثبت؟ شنو اللي يثبت؟ تعال أخوان الأعزاء، هذا الكتاب الآخر الذي هو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، هذا أمامكم. مجمع الزوائد منبع الفوائد للهيثمي أمامكم. شنو؟ حديث أبو هريرة ما هو يا الهيثمي في مسند البزار؟ يقول الهيثمي في مسند البزار: وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله ونسبي. ونسبي. وين هذا الحديث يا الهيثمي؟ يقول رواه البزار. من رواه؟ البزار. ماذا روى البزار؟ سنتي لو نسبي يا الهيثمي؟ يقول كتاب الله ونسبي. طيب كيف أنتم يا أهل الأمانة العلمية تقولون حق كتاب الله وسنتي؟ هذا اخوان، هذا علماء الوهابيه الذين طبعوا هذه المكتبه الشامله حتى تسهل على القراء، يطبعون لهم الكذب، يطبعون لهم التزوير، يطبعون لهم التدليس، يطبعون لهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى هو هذا دين ينشر بالكذب. والله عجيب على هذا الدين. حجي بالقرآن. أنا تفاجأت هاي المعلومة، الله يشهد، ما يعني أنا ما متطرق لها سابقا. الآن أنا شنو اللي كان عندي؟ كان عندي ردت أقول يا ناس، يا مستمعين، يا مشاهدين، أصل حديث أبو هريرة هو ماذا؟ هو كتاب الله ونسبي. طيب هو هذا الحديث. جاء إسماعيل بن أبي أويس والكذابين غيروا حديث أبي هريرة من نسبي إلى سنتي. طلعوا نعم. بس ابن أبي أويس كذاب، علماء الوهابية الحاليين كذبة، هؤلاء الذين يطبعون كذبة، هؤلاء الذين يبرمجون كذبة، يعني كذبة في العصر الحديث. يعني مو بس ابن باز يكذب، مو بس الفوزاني يكذب، مو بس السديسي يكذب، مو بس ابن جبرين يكذب في هذا الحديث، مو بس الطيار يكذب في هذا الحديث، مو بس حسين سليم أسد يكذب في هذا الحديث، مو بس مجموعة من العلماء، مجموعة الآن أعرضها لكم. سيدنا هذا من الإفلاس، لأنه ما عندهم مفلسين، فشي يسوي؟ يكذب، يريد يمشي البضاعة. سيدنا أنا لقيت الحديث هو في البخاري وكذلك في صحيح مسلم، لكن أرجوك بس مسند البزار عندك موجود مطبوع؟ لا ما عندي. أخواني الآن اذهبوا أنتم جميعا إلى المكتبة الشاملة القديمة والحديثة. في المكتبة الشاملة على أمير نجيبه سيدنا، وين المكان حتى نجيب؟ طيب تجدون هذا الأخوان الأعزاء. شوفوا الآن هاي أمامكم، هاي المكتبة السنية الشاملة أخواني، هاي المكتبة السنية الشاملة، القسم كتب السنة. هذا وين؟ هاي كتب السنة، قسم كتب السنة. طيب مسند البزار، المحقق محفوظ عبد الرحمن. هسه المحقق من يشوف هذا الكلام يقول يلطم على راسه والله. الطبعة الأولى مكتبة العلوم والحكم. طيب مسند البزار كتاب الله وسنتي. طيب نروح شوف السند اخواني، بمن يبدأ؟ حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا صالح بن موسى هذا الطلحي. نرجع اخواني الاعزاء، نرجع للوراء. هذا امامكم هذا احمد بن منصور، داود بن عمرو، داود بن صالح بن موسى الطلحي، صالح بن موسى هذا نفسه، احمد بن عبد العزيز بن رفيع هذا عن ابي هريره قال رسول الله كتاب الله ونسبي. يعني السابقين المحدثين الاوائل كاسماعيل بن ابي اويس وغير ذول المعاصرين البخاري كذبوا وحرفوا نسبي الى سنتي.
طيب، لأنهم كلهم كذابين هؤلاء الذين هم في مجموع هذا الحديث. صالح بن موسى الطلحي كذاب، أيضا هو حرف هذا الحديث إلى من نسبي إلى سنتي. كثير بن عمرو بن عوف هذا المزني أيضا كذاب، حرف. إسماعيل بن أبي أويس، والذين طبعوا الآن هذه الطباعة الإلكترونية جاءوا بمنهج آبائهم وأجدادهم، كذبوا فرفعوا نسبي أي أهل بيتي، نفس الموافق، نفس الحديث، عترتي أهل بيتي، نسبي أي أهل بيتي. طيب شكرا سيد، شكرا سيدنا. خلي أخذ الأخ عبد الله يريد دقيقتين وأظهر لكم الكتاب إن شاء الله للأخ الفاضل محمود جدو محمد جدو. تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة